هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا وسلام من الله عليكم مستمعي ومستمعات الأكارم. هذا أنا صلاح محمد زين، سأرافقكم في ساعة هذا اليوم الأربعاء 4 فبراير، وأستهلها بتقديم نشرة الأخبار، ثم تعليقا تحت عنوان سياسات عشوائية أم تخريب متعمد. بعد ذلك يقرأ عليكم الزميل يوسف بوليسي رؤيته للحوار كمسلك لبلوغ الغايات، ثم ننتقل إلى استراحة شعرية مع الشاعر الكبير محمد مدني. وقتا طيبا ومفيدا مع ساعة اليوم. صوت المنتدى.
نشرة الأخبار أبدأها بقراءة أبرز العناوين. الفرقة 65 تقتل شابا إريتريا حاول الهرب من التجنيد الإجباري. انشقاق طيار حربي ولجوئه إلى السودان. تفاصيل النشرة. أفاد مصدر مطلع بقوات الدفاع الإريترية لإذاعة صوت المنتدى بأن قوات الفرقة 65 المتواجدة في مناطق الغاشيتيت أطلقت النار على شاب إريتري وأردته قتيلا أثناء محاولته الهرب من شاحنة كانت تقله ومئات من الشباب إلى معسكر للتجنيد الإجباري. هذا وكانت وحدات من الفرقة العسكرية 65 قد قامت بحملات تجنيد قسرية ابتداء من 27 وحتى 29 من يناير الماضي في كل من فانكو وقلوج وقرقف وتبلدية وأم حجر والقرى المحاذية لنهر سيتيت وصولا إلى مايلام، ثم غربا حتى مدينة هيكوتا والريف المحيط بها، حيث قامت بانتزاع الشباب من بيوتهم ومراعيهم تاركة مواشيهم دون رعاة. وأوضح المصدر بأن المئات من الشباب الذين طالتهم الحملة المفاجئة قد نقلوا على 7 جرارات نقل مكتظة إلى معسكر تدريب مجهول المكان بعد أن زج بهم في سجن مفارق الدروب بالقرب من مدينة تسني. هذا وتشهد إريتريا خلال السنوات ال10 الماضية حالات هروب غير مسبوقة لشبابها وشيبها إلى دول الجوار بسبب تعنت رأس النظام الغاشم ورفضه المناشدات الداخلية والخارجية بتقنين الخدمة الوطنية ووضع حد لمدتها المعروفة عالميا وإيقاف أعمال السخرة التي أضاعت عمر جيل ما بعد الاستقلال بأكمله. كشف موقع عواتي عن انشقاق طيار إريتري يدعى إبراهيم إدريس عبد القادر عن النظام الحاكم في إريتريا ولجوئه إلى السودان خلال الأسبوع الماضي. وكان الطيار إبراهيم حسب عواتي يعمل ضابطا في سلاح الجو الإريتري ويتولى حتى لحظة انشقاقه مهام إدارة مكتب قائد القوات الجوية الإريترية. هذا وقد تم استجواب الطيار إبراهيم من قبل جهاز الأمن السوداني قبل نقله إلى مكان مجهول. ويذكر أن الأمن السوداني في السنوات الماضية درج على تسليم العشرات من الإريتريين طالبي اللجوء الفارين من الخدمة الوطنية الأبدية وحملات التجنيد القسري. من جهتهم عبر ناشطون إريتريون في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والإعلام عن مخاوفهم من تسليم الطيار إبراهيم إلى سلطات النظام القمعية في أسمر، ويوجهون عبر إذاعة المنتدى نداء إلى الحكومة السودانية بحسن معاملة الطيار اللاجئ ومراعاة حقه الإنساني والقانوني في طلب اللجوء وتوفير الحماية اللازمة التي يكفلها له الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والأعراف والأخلاق. كما ناشدوا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالإسراع لمتابعة حالة الطيار إبراهيم المحتجز لدى سلطات الأمن السودانية وتوفير الحماية ثم الملجأ الآمن له. أورد موقع عدوليس نبأ تردد وزير الدفاع الإريتري السابق ووزير الطاقة والتعدين الفريق سبحة فريم على مستشفى رويال كير بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأضاف الموقع استنادا إلى مصادر وصفها بحسنة الاطلاع بأن الوزير كان قد وصل العاصمة السودانية في وقت سابق من شهر يناير الماضي، وتم رصده وهو يتردد على المستشفى الفاخر دون أن يكشف عن ماهية مرضه، إلا أن مصادر أخرى لا تستبعد أن تكون للزيارة صلة بصفقات تجارية سرية تخص تعدين الذهب الذي تتكتم الحكومة الإريترية عن إيراداته. افتتحت الجالية الإريترية بولاية كاليفورنيا بمشاركة أعداد غفيرة من أفراد الجالية الإريترية بالولايات المتحدة الأمريكية في 28 من يناير الماضي مقرها الجديد بمدينة لاس فيغاس. هذا وقد حضر حفل الافتتاح مناضلون قدامى وشخصيات إعلامية وناشطون في مختلف المجالات وعدد كبير من الشباب الإريتري. واعتبر رئيس الجالية السيد عبد سعيد في كلمته الافتتاحية بناء مقر الجالية إنجازا كبيرا، حيث سيتسنى للجالية أن تمارس فيه أنشطتها الثقافية والاجتماعية بعيدا عن المضايقات التي كانت تتعرض لها في السابق، وذلك في إشارة منه إلى المضايقات التي كان يقوم بها أتباع النظام الحاكم ومحاولاتهم توظيف إمكانات الجالية لدعم خزينة النظام، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل غالبية أعضاء الجالية. ويذكر أن الجالية الإريترية بولاية كاليفورنيا تعد من أقدم الجاليات الإريترية
حيث تأسست بشكل رسمي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. هذا وضعت الجالية في هيكلها الجديد لوائح تضمن لها الاستمرارية والنجاح وتحميها من اختراق النظام الإريتري الذي ظل يعمل أفراده جاهدين لإفشال مشروع الجالية وأي مشروع لا يدر عليهم بعائد مادي لصالح خزينة النظام في إريتريا. كما تنص اللوائح على أن تقتصر أنشطة الجالية لصالح الأسر والأطفال والطلاب والمهاجرين الجدد وغيرهم ممن يستحقون الخدمات بمختلف أنواعها، وتعليم اللغتين العربية والتجرينية ودروس تقوية الإنجليزية للطلاب، وتوفير أجهزة حاسوب تساعد من يرغبون في البحث عن العمل أو تعبئة وتقديم الطلبات المتعلقة بمراجعة الدوائر الحكومية أو غيرها من المعاملات. انتهت النشرة. توقح تمسى امبر معالتا اللوا 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 سابن تدبي تاريخ كم تدبي تاريخ كم تدبي سيلوك مسلوم لبام زباهاي لبام زباهاي لبا خيفتك عملن يا لبوم كنا لو يقصر رجحيت كرمهم. سياسات عشوائية أم تخريب متعمد؟ اتسمت سياسات العصابة الحاكمة في أسمرة وقراراتها بالتخبط والعشوائية اللامبررة، وبالتجربة المريرة ثبت أن تلك السياسات والقرارات غير المدروسة تؤدي دوما إلى نتائج كارثية. هذا ليس بمستغرب، لكن المستغرب فعلا هو لماذا تصر هذه الحكومة العليلة على التمادي في صناعة الأزمات، ولما تنحت رأسها المخبول لتولد كل يوم مشكلة جديدة. ثم هل يمكننا القول أن لديها خط تخريبي يضع خلق الأزمات كجزء أصيل من فعلها اليومي؟ هل يستقيم أن تسعى أي حكومة لوضع العراقيل وتأكيد معاناة الشعب وزيادة مآسيه؟ يذكر الجميع حجم الأزمة التي اجتاحت قطاع النقل الجوي من وإلى إريتريا بعد انسحاب شركات طيران كثيرة من العمل في إريتريا بسبب عقم المعاملات المصرفية الإريترية وسياسات التعامل بالنقد الأجنبي المقيدة. فانسحبت على التوالي الخطوط الجوية السعودية وشركة لوفتهانزا والخطوط الجوية السودانية، وتوقفت شركة طيران ناس إير الإريترية، ثم تعثرت لحد التوقف شركة الخطوط الإريترية، حيث انعكس المردود على سير عمليات نقل الركاب والبضائع والبريد، وضاعفت الخطوط المتبقية أسعار تذاكرها بما يوازي سعر الصرف الحقيقي للدولار، وجاء كل ذلك على عاتق المواطن المقلوب على أمره. بالرغم من كل ذلك ولاعتبارات سياسية في المقام الأول، دخلت شركات طيران جديدة للعمل في إريتريا، منها القطرية للطيران وشركة نوفا السودانية والخطوط الجوية التركية. كما استأنفت الخطوط الجوية السودانية عملها المتعثر لأسباب عديدة، لكن عادت تلك الشركات بعد أن عدلت قيمة التذاكر وأصبحت غالية جدا بالمقارنة بما كانت عليه. هذا باستثناء الخطوط القطرية التي ظلت تعمل حتى الآن وتقدم خدماتها بما يعادل نصف قيمة ما يدفعه المسافر في الخطوط الأخرى، ولا غرابة في ذلك، لأنه وكما أسلفنا أن الدوافع تعزى إلى اعتبارات سياسية ليس بينها منطق الربح والخسارة. إذن تسير الخطوط القطرية رحلاتها المدعومة من وإلى أسمرة فقط ليظل لها وجود ولكي تنفذ مشروعها الخاص بمد شبكة خطوطها في الشرق الأفريقي وعبر اتفاقيات خاصة مع هيئة الطيران المدني الإريترية. لكن حكومة أفورقي لم ولن
تعير أي عهد مهما كان أهميته أو ضرورة الوفاء به. فقد أصدر مكتب الرئيس في 30 من ديسمبر الماضي أمرا يقضي بأن تحول كل الخطوط العاملة في إريتريا رحلاتها لتهبط الطائرات وتقلع من مطار مصوع اعتبارا من 26 من يناير الفائت. ولم يبين الأمر الذي تم تعميمه على جميع شركات الطيران أسباب ذلك القرار، ولم يعلق الكثير منهم على ذلك القرار المفاجئ، لكن واقع الحال يقول أن الرد سيأتي بإيقاف الرحلات إلى إريتريا. مصادر مطلعة أكدت أن المدير التنفيذي للشركة القطرية خاطب الهيئة الإريترية للطيران المدني مستوضحا أسباب القرار، وأشار إلى أن الاتفاقيات البينية والتي لم تتجاوز نصف السنة بعد تمت عقب معاينة مطار أسمر الدولي وتأكيد صلاحيته من الناحية الفنية، بالإضافة إلى أن الانتقال إلى مطار مصوع غير مكتمل الخدمات والذي يعاني من مشكلات هندسية كبيرة سيعرض الطائرات والملاحين والركاب للخطر، فضلا عن المشقات الأخرى التي ستحدث فيما يتعلق بنقل الركاب والأمتعة والبضائع إلى أسمر مرة أخرى. وأفادت مصادر خليجية أخرى أن السبب الرئيس في هذا القرار هو محاولة النظام الحاكم لابتزاز الشركات والحكومات المستثمرة في مجال النقل الجوي في إريتريا. ومصداقا لذلك جاء العرض القطري للقيام بإعادة تأهيل وصيانة مطار أسمر الدولي في فترة وجيزة جدا تضمن عودة العمل عبر مطار أسمر. بينما يقول بعض المراقبين أن العرض القطري جاء بعد القرار ليضمن حصرية عمل شركة الخطوط القطرية في إريتريا في إطار منافسة لشركتي اليمنية ومصر للطيران، وهما من الشركات الراسخة في مجال تقديم خدمات النقل الجوي في إريتريا. إلى ذلك أكد مصدر في الهيئة الإريترية للطيران المدني عن شروع الهيئة في تسجيل شركة خطوط داخلية يديرها أبراهام إسياس النجل الأكبر لرأس النظام. وتأتي كل هذه الترتيبات لضمان عمل الشركة الوليدة في نقل الركاب والأمتعة والبضائع من مصوع إلى أسمرة. وإن حدث ذلك فهو يعني أن الفساد المالي والإداري والسياسي أخذ منحا جديدا في إريتريا، وعليه فإن ما يعرف بسياسة التمكين دخلت إلى إريتريا تحت مظلة القرارات الحكومية، ولكنها هنا لعائلة واحدة وليس لجماعة كما هو في بلد مجاور. وعلى المواطن أن يتحمل التبعات إن كانت مادية أو بإجباره على إهدار الوقت والمال معا. الحوار ثم الحوار مسلكنا لتحقيق الغايات. تتوارد الأنباء من داخل الوطن بشكل متسارع وتتحدث عن حراك شعبي بدأ يأخذ حيزا تنظيميا دقيقا لموعد صار قريبا، وقد لا يهملنا وقتا كافيا لترتيب أوضاعنا نحن كقوة وطنية معارضة، لأننا لازلنا نوجد في مساحة تاريخية وسطى مزعجة ومبهمة ومثيرة، تراوح مكانها بين مرحلة صارت في إرشيف التاريخ وأعني بها مرحلة الثورة العارمة، وبين مرحلة الدولة التي لم يكتمل مشروعها نتيجة لتسلط مجموعة صغيرة على الأرض والعباد، والتي تحتكر العنف لتحقيق أمن القائد الأوحد وتقضي على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، ذلك الحلم الجميل الذي راودنا لسنوات طويلة
تلك الدولة المدنية التي من المفترض أن يشارك كل مواطن في تسيير الفضاء العمومي لحريته فيها من خلال التزامه الحثيث بقضايا المجتمع. لقد أراد النظام تحويل الشعب الإريتري صاحب النضال التحرري العريق إذن إلى كتلة سكانية قابلة للاستهلاك اليومي الفارق أو المفرغ من واقع التاريخ بلا رحمة تحت مسميات شتى، ومنها الثورة تحديدا، وإن كانت الأسماء الأخرى ليست أقل شأنا من قبيل السيادة الوطنية والوحدة والويانة، والسلسلة طويلة، وذلك خدمة للقائد الأوحد والحزب الأوحد وشعاره الأجوف: شعب واحد وقلب واحد. إن مواطن الدولة الوليدة قد انقلب في الأثناء الزعامية الأسياسيوية إلى ذرة تابعة للزعيم تسجلها السلطات الأمنية في إرشيفها المركزي وتحولها إلى رقم وبصمة ووجه، هي لعنة على حاملها إلى يوم قيامته، تطارده في كل مرة يحاول فيها أن يصبح مواطنا، أي شريكا في ذلك الوطن الذي تم الإعلان عنه كأغليم مغلق وسجن رهيب ومخيف باسم السيادة، التي تحولت عندنا من مفخرة قانونية للشعوب الحديثة إلى كارثة أمنية على شعبنا الذي لا يستطيع أن يمانع، أن يقاوم، لا من الداخل فيقع تحت طائلة الخيانة العظمى، ولا أن يقاوم من الخارج لأنه سيحمل وزر الاستقواء بالأجنبي، وبالتحديد العمالة للويانة وأمريكا والغرب، والسلسلة أيضا طويلة. هذه هي لعنة الأسماء التي استعملها السلطان إسياس استعمالا نسقيا ضد شعبنا، ربما نحن لا نتذكر منها عادة إلا دلالاتها الوطنية، وكان علينا أن نسأل لماذا، رغم أن السؤال بلماذا كان محور حديث الشارع منذ فترة ليست بالقصيرة. وبعد حركة 21 يناير المجيدة أضاف إليها اسما آخر وهو الدلالة الطائفية، والحال أن الدلالة الكارثية للهوية لا هي وطنية ولا يحزنون، بل هي أمنية. لقد تم الزج بالأفراد في أكياس صلبة تشرف عليها أجهزة قمع شديدة التنظيم والمركزية، وقادرة على المراقبة والتجسس والأرشفة طويلة الأمد بكل الوسائل المادية والورقية والرقمية والبصرية والسمعية إلى آخره. في ظل هذا الجو الزعامي المفرط في هيمنته الرمزية، كدنا نصدق بتحول شعبنا إلى شتات أخلاقي وذرات شخصية غير مؤهلة لأي توقيع كبير، إلى أن حملت إلينا الأنباء هذه الأيام بهذا الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل بوعي ويتبوتق في خندق الرفض والاعتراض والمقاومة، وكما يقال فإن الغيث الهادر يبدأ بقطرة، أو كما ينشد أبناء المليون شهيد في وثبتهم لنصرة فريقهم الوطني في مدرجات الملأة: هذه البداية ما زال، فإن الواقع أصبح أكثر تهيئا لإحداث التغيير المطلوب. إذن ربما يعتقد المرء للوهلة الأولى أننا في المعارضة الخارجية نسلك إذا حريتنا السلوك نفسه الذي نسلكه مع بعضنا، ذلك بالنظر لواقع الفعل السياسي المزري والمتمعن في ذلك الشحن الغارق في رؤى هلامية لدى أدواته التي تستهلك من الطاقة والوقت في جدل يشبه في عقمه ذلك الجدل البيزنطي حول من جاء أولا، الدجاجة أم البيضة. وقد يكون فيما يذهب إليه هذا أو ذاك صحيحا، ولكن رغم ذلك لدينا نحن الإريتريون إيمان راسخ بأن الحرية لا تكون بلا ثمن أبدا، ويختلف الثمن باختلاف الزمن والظروف، وفي كل مرة لكي نستحقها علينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن عوضا عن تأجيله. يحضرني هنا قول الشاعر أحمد شوقي: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. وفي هذا الإطار هناك العديد من الأسئلة الملحة التي يجب أن نجد لها من الإجابات الشافية، من قبيل: أين نحن من معاناة شعبنا؟ وما هي الإسهامات التي يمكن أن نقدمها من أجل تغيير هذا الواقع المرير؟ وما وزر كل من تخلف منا أو حاول تخليفنا؟ وهل نحن
قوم نستحق الحرية حقا؟ تتنازعنا في الإجابة على هذه الأسئلة خواطر مختلفة أو متناقضة حتى، فإننا نعتقد أن الإنسان كائنا من كان وفي أي مكان وجد يستحق أن يولد ويعيش حرا، رغم أن البشرية طوال تاريخها الحديث والقديم لم يكن فيها الإنسان حرا، حيث عاش تحت نير العبودية التي تطورت بأشكالها المختلفة بتطور أدوات الإنتاج وتنوع وسائله، إلى أن بلغنا هذه المرحلة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة. لكننا أيضا لا ننسى أن إرث الحرية يبقى للأجيال اللاحقة إن استحقته وحافظت عليه، كما هو في المجتمعات الغربية التي استطاعت عبر مراحل من الحوارات المستمرة في فترات زمنية متعاقبة من تثبيت مبادئ أساسية ذات قيم إنسانية عالية. مرة أخرى هي أسئلة قد تحتاج لمساحة أكبر مما تسمح به هذه السانحة، غير أنه يمكننا تحديد بعض المعالم التي قد تعيننا في تلمس السبل الصحيحة لإجراء حوار سليم وبناء يحلق بشعبنا في عوالم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بداية، إن وجود أكثر من وجهة نظر أو رأي حول القضايا الوطنية لا يمكن تفسيره على أنه حالة سلبية، بل العكس من ذلك، فإنها حالة إيجابية مفيدة لا بد منها في أي نقاش يجري بين القوى السياسية، لما في ذلك من فوائد كثيرة وكبيرة. فعقل الناس من جمع إلى عقله عقول الناس، فيستفيد المرء من تلك الآراء والمناقشات التي تدعم رأيه وتنصره وتكون دافعا له للاعتداد برأيه وعدم الحياد عنه، أو قد تكون متضاربة ومختلفة مع رأيه ومخالفة لوجهة نظره، وفي هذه الحالة يستفيد أيضا من تلك الآراء في تصحيح بعض آرائه وأفكاره الخاطئة إذا كانت آراء الآخرين وأفكارهم أشمل وأعمق وأدق من آرائه ووجهة نظره، وذلك بعد اقتناعه واعتقاده شخصيا بها. ففي نهاية المطاف لابد أن يصل كل من طرفي النقاش إلى محصلة نهائية يتفقون بها ومحطة نهائية يقفون عندها. ولكن ليس هذا شرط أو قاعدة في كل نقاش، فقد يكون هناك أكثر من رأي، وكل رأي من هذه الآراء صحيح ومنطقي، مع إنها قد تكون متضادة ومتضاربة في الوقت نفسه. وتفسير ذلك هو أن هذا الرأي المعين قد ينفع لظرف وموقف معين، ولا ينفع ويصح لموقف وظرف آخر. وهكذا فإن النظر إلى المسألة الواحدة قد يكون من زوايا وجوانب متعددة وكلها صحيحة ومنطقية، سواء كانت متفقة مع بعضها أو متضادة أو متضاربة، والذي يحكم صحتها وصوابها هو الظرف والزمان أو المكان وغير ذلك من العوامل المختلفة. إن مسألة أن يكون لكل منا وجهة نظره أو رأيه في حقيقة الأمر مسألة مهمة ودقيقة جدا، ولا بد منها في كل نقاش وحوار. أما أن يكون الإنسان على الحياد دون رأي يذكر فإنها حالة سلبية تماما، وتدل على ضعف شخصية الفرد، بحيث أنه لا يستطيع أن يكون لنفسه رأيا خاصا به يعبر به عما يختلج في أعماق نفسه وما يختزن في عقله من أفكار وآراء وخبرة. لابد في كل حوار أو نقاش يحصل أن يستند إلى قواعد وأسس ثابتة قوية، إذا ما توفرت فيه صار الحوار قويا بناء مثمرا ومفيدا تبعا لذلك. ومن هذه القواعد الأسس التي احتواها الفكر الإنساني ورأينا بفائدتها ما يأتي: أولا، لابد من مراعاة الديمقراطية وحرية الرأي في النقاش وعدم الاستبداد بالرأي أو فرضه على الآخرين، وهذه مسألة غاية في الأهمية في كل نقاش. ثانيا، عندما يشتد ويحتد الصراع الفكري بين الأفراد وتلتهب حلقة النقاش بالآراء المختلفة المتضاربة وتبلغ أوجها، فلا بد من مراعاة استمرار وبقاء الود واللطف والتواصل بين أفراد النقاش. ذلك الاختلاف في الآراء ينبغي أن لا يؤثر على استمرار العلاقات الطيبة والمودة بين الأفراد، فالاختلاف الرأي لا يفسد للود
قضية كما هو معروف. فهذا النوع من الاختلاف يلزم أن لا يكون مدعاة للعداوة والكره والحقد بين أفراد، بل هو مدعاة لتنمية أفكار والآراء وتكامل العقول وتواصلها. ثالثا، يلزم مراعاة عدم الاستخفاف بآراء الآخرين وأفكارهم أو الاستهزاء بهم مهما كانت أفكارهم خاطئة أو ساذجة. رابعا، عندما يكون لنا رأي معين ونكون مقتنعين به، علينا الإفصاح عن ذلك بكل ثقة واعتزاز وبدون تردد أو خوف أو وجل من ردة أفعال الآخرين حوله. خامسا، لابد أن تكون الأفكار والآراء المطروحة في الحوار مبنية على أسس سليمة ومستندة إلى أدلة وحجج قويمة ودراية حول الموضوع المطروح. سادسا، الالتزام بالموضوعية في النقاش بعيدا عن التطرف والعنصرية والانحيازية. وكل هذه الأسس تكون بدون فعالية إذا ما افتقدت إلى رؤية وطنية واضحة تكون نبراسا يهتدى به في حواراتنا. وقطعا ينبغي أن تحتوي هذه الرؤية على الثوابت الوطنية ومراعاة الخصوصية التاريخية والنضالية لشعبنا وتجربتنا الثرية، وبالتالي الاستفادة من تجاربنا السابقة للارتقاء بالفعل السياسي الإريتري إلى فضاءات رحبة. وفي اعتقادنا أن ثوابتنا الوطنية تتمثل في الآتي: الحفاظ على وحدة الشعب الإريتري ووحدة أراضيه، الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة الإريترية، الاعتداد برموزنا الوطنية. فإذا ما فعلنا الحوار بيننا، إذن سنقي شعبنا عواقب وخيمة قد لا تظهر لبعض السذج في هذه المرحلة نتيجة لغصور الرؤى. وقطعا لا يعني ذلك أن نحاور النظام لأنه لا يعترف بنا ولا بوجودنا كما ذكرنا ذلك في برامجنا السابقة. فضلا عن ذلك، ينبغي علينا ترتيب القضايا تراتبا رأسيا وفق أولوياتها الظرفية مكانية كانت أو زمانية، وهكذا نستطيع تجنيب شعبنا ووطننا ما يرتسم في مخيلة القائد الأوحد ومن تحلق به من الطفيليات وما يضمرونه من سوء تجاه الوطن والشعب والذي لم يعد خفيا. ونحن في إذاعة صوت المنتدى باعتبارنا إعلاما حرا ونزيها يسعى لتمليك كل الحقائق لشعبنا ويحاول الإسهام في إرساء دعائم صحيحة لحرية الرأي ومحاربة الإقصاء والتهميش بكل أشكالهما، سنعمل بجد وهمة من أجل بلوغ مرحلة الدولة الدستورية بكل ما تعنيه من مضامين ورقى. ولك المجد يا شعبي يا قاهر الصباح. صوت المنتدى. مستمعي الأكارم، في الفقرة التالية من واحة الشعر سنغوص معا إلى أعماق معاناتنا ومآسينا. نبحث وشاعرنا الكبير الأستاذ محمد مدني عن الدوزنة التي نبهنا قبل 3 عقود على الحاجة إليها. نعم، لا نزال منذ كتابة هذه القصيدة نحتاج إلى دوزنة تفك عنا حبال الطغاة وسماسرة معاناة الشعوب. نحتاج مفرزة من الشعراء والجوعى. نهدي هذه القصيدة للصامدين بالداخل ولمفارز الشهداء والفقراء والمغيبين واللاجئين. أترككم مع الشادي محمد محمود الشيخ مدني وبصوتي. مناورات تكتيكية نحو مبادرة استراتيجية. أحتاج
دوزنة. أحتاج دوزنة تفك حبالكم عني وتربطني بكم. أحتاج دوزنة تفك حبالكم عني وتربطني كيف التقيتم خلف نافذتي؟ كيف التقيتم خلف نافذتي؟ تجمهرت البنادق، ناصبتني الشعر والخوف المسيج بالخمور. قربت بين النساء وباعدت بين النساء وبيننا. نادوا الوصيفات الشهود وكل خدام البلاد. هذا النكوص يخيفني، هذا النكوص يخيفني. سأدس باطن راحتي في صدرها وأظل أعلن أنه قد قد من دبر، فكيف ترون؟ أحتاج دوزنة وترا جديدا لا يضيف إلى النشيد سوى النشاز. أحتاج دوزنة وترا جديدا لا يضيف إلى النشيد سوى النشاز. لغة تفتش عن أراضٍ خصبة، شمسا تغير طعم فاكهة الشتاء، وقتا أجاوزه لوقت قادم لا وقت فيه لباعة التصفيق واسم العائلة. هذا زمانك يا عمائم فلتقود الغافلة. هذا زمانك يا عمائم فلتقود الغافلة. نحن السكوت نموت، نحن السكوت نموت إذ تختارنا ضمن المفاضلة البيوت. نحن السكوت نموت إذ تختارنا ضمن المفاضلة البيوت. يفر لون دمائنا عنا فتنسحب القصائد أو تبادلنا الحياة. صمتا تحاورنا الطريق وتنزوي طرق بنا. لا لأعدائك والمعتزلة، لا لأعدائك والمعتزلة، للذين يحاصرون الحرب من تمييعها حتى تباشير الفطام عن الصدام. لا لأعدائك والمعتزلة، للذين يحاصرون الحرب من تمييعها حتى تباشير الفطام عن الصدام. لا لكل يشبهونك من بيوت وبنات وبلاد. لا لابتعاد الحزب عن حرب تقود إلى السلام. لا لابتعاد الحزب عن حرب تقود إلى السلام. لا لاقتراب الحرف من حل يحيل إلى الرماد. لا لاقتراب الحزب من حرب تقود إلى السلام. لا لاقتراب الحرف من حل يحيل إلى الرماد. للشهداء والفقراء جمهرة النساء العاهرات، لطفلنا الآتي وكوم اللاجئين وللداعين في الصلوات أن نشتم عطرك أي نعم. لا لكل يشبهونك من بيوت وبنات وبلاد. لا لابتعاد الحزب عن حرب تقود إلى السلام. لا لاقتراب الحرف من حل يحيل إلى الرماد. للشهداء والفقراء جمهرة النساء العاهرات، لطفلنا الآتي وكوم اللاجئين وللداعين في الصلوات أن نشتم عطرك أي نعم. هتفنا ما سمعتم، ثم هاترنا صرفتم. هتفنا ما سمعتم ثم هاترنا صرفتم. هدرنا ها يهتف دمعنا ودم يعاند أن يجف ولا يرد. سيمل أطفال الصغار البحر، سيمل أطفال الصغار البحر يا بحرا يجاوز في سكونه كل حد. سيمل أطفال الصغار البحر يا بحرا يجاوز في سكونه كل حد.
بحر قم، يا بحر قم حرك، تحرك أو فعد نحو ابتدائك، فالنهايات البعيدة لا تحد. ألفظ جحيمك أو فغادر ساحليك إلى الأبد. جيئي بخاتم مرسليك، جيئي بخاتم مرسليك، فقامتي ضد اتجاه الريح. لا تستغربي صمتي ولا تثقي بقافيتي التي تختار أن أشتط فيك، وفي مواجهة السؤال المستمد من السؤال لينتهي بعلامة لا تحمل اللون المحدد للصفوف. أنا أحدد شكل قافيتي، أكابد لونها فيحيلني للموقف الآتي. أنا الآتي، هلمي املئي كفيك من زبد الوداع. أحتاج مفرزة من الشعراء والجوعى، أحتاج مفرزة من الشعراء والجوعى لنعلن سخطنا أو ننتهي منا بأغنية تذاع. أف لأمي، أف لأمي، ألف أف للجميع. أبي أولي الأمر الذين تآمروا وتدبروا أمر العوائل والعيال. أف لأمي، ألف أف للجميع. أبي أولي الأمر الذين تآمروا وتدبروا أمر العوائل والعيال. هذا زمانك يا زلازل، زوجينا ما نكابد أن ننال. لليوم غد، لليوم غد، لليوم غد. ها أرعدت في الأفق مد، إنا تعبنا من خروج الطفل في حجم اللحد. لليوم غد، ها أرعدت في الأفق مد، إنا تعبنا من خروج الطفل في حجم اللحد. هزي بجذعك، إنني أشتاق أن ألقاك في وهج الجسد. مدي بخنجر ناهديك، مدي بخنجر ناهديك، فتستقيم خريطة الإخصاب. يأتي جيلنا كالرمل منفصلا أحد. لماذا لا نغني باللغات الأم؟ لماذا لا نغني باللغات الأم؟ إن ما نزلنا من رؤوس أنوفنا إلا لنصعد في الغياب. لماذا لا نغني باللغات الأم؟ إنا ما نزلنا من رؤوس أنوفنا إلا لنصعد في الغياب. ولما التفتنا للسماء لعلها والسر يحضنه التراب. هذا كساد تجارة العراف والعراب والأمل الخراب. للعشق والعشاق مرثيتي، للعشق والعشاق مرثيتي، وأغنيتي لقبر فوق ظهري يبتدرني كلما أزف الستار. قبض المياه هنا، قبض المياه هنا، وتشكيل الهواء هناك، هندسة الدمار. يا لهفة المأموم، يا لهفة المأموم، صلى فرضه قبل الوضوء. يا لهفة المأموم، صلى فرضه قبل الوضوء. هذا ظلام النار، هذا ظلام النار، تحرق مشعليها دون ضوء. كتبي، كتبي وأطفال المضوا آتون، كتبي وأطفال المضوا آتون عمدا في القصائد، في العلاقات الجديدة للكلام الفعل بالتنظير، بالتنجيم، بالتنظيم. يا حزب الصدام الفصل، هذه نقطة للبدء، خط للمسير فلا تهادم. كتبي وأطفال المضوا آتون عمدا في العلاقات الجديدة للكلام الفعل بالتنظير، بالتنظيم،
التنجيم يا حزب صدام الفصل. هذه نقطة للبدء، خط للمسير فلا تهادي. لماذا تضخم ذاك الجبل؟ لماذا تضخم ذاك الجبل؟ وأي طريق يسد؟ أللأمس يمتد أم لليالي التي حبلت بالشموس يعد؟ وما همنا أللشمس أم بلى همنا أن يقد. رؤياك ضد كتابتي، رؤياك ضد كتابتي وتصوري للون حدا في الجرائد، في اللقاءات العديدة بالبنات الزنجبيل أو الرجال الثلج. يا تنور يا الوقاد دستك ها أنا، حجر الأساس إطار فكرتنا، وأرض المتعبين ستشهد العرس الكبير. للذي نادى بأيلول على الناس سلام، للذي نادى بأيلول على الناس سلام، للذي وحد حلحل بالعشق وبالموت سلام، ولقلوجة سلام، ولعندات سلام. خالف الأمر وعض على أن مضاد لن تنام، فسلام وسلام. السراب يجاهد الأخبار أن تلبسه أو تلبسه صورتها سراب. السراب يجاهد الأخبار أن تلبسه أو تلبسه صورتها سراب. ضاق الخراب بضيق رقعتها، ضيق التراب بظل خارطة الخراب. السراب يجاهد الأخبار أن تلبسه أو تلبسه صورتها سراب. ضاق الخراب بضيق رقعتها، ضيق التراب بظل خارطة الخراب. هذا الحنين إليك عطل في أغنيتي وأهداني سكوتا لا يؤرخ للعذاب. إنه الصخر العجيب، إنه الصخر العجيب، وقعته يؤلمك أو وقعك تصاب. بمن تنهض القافية؟ بمن تنهض القافية؟ أبالسيف أم بالرغيف؟ أيا تكتبون وكيف تقاتل قافية غافية؟ بمن تنهض القافية؟ أبالسيف أم بالرغيف؟ أيا تكتبون وكيف تقاتل قافية غافية؟ والحبيب وما للحبيبة رعب وحيف. أنا أكتب بالحبيبة والعائدين وجوع المخيف، أدوزن أغنيتي التالية وأرفض أن نكتفي بالرصيف. تابعوا ما شئتم أو طاوعوا من خفتم، فزحفون إلى الفجيعة أنتم. تابعوا ما شئتم أو طاوعوا من خفتم، فزاحفون إلى الفجيعة أنتم. فقط افهموا أن لا وثيقة أو وفاق، ولا حقيقة أو وثاق يخفي عن الأطفال عورة من دفنتم من رفاق. تحلموا بعالم سعيد
كل قيصر يفور قيصر جديد. لا 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 تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يفوت قيصر جديد، وبعد كل سائر يموت أحزان بلا جدوى ودمعة سدى، دمعة سدى. أحتاج دوزنة وترا جديدا لا يضيف إلى النشيد سوى النشاز، 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 لغة تفتش عن أراضٍ خصبة، شمسا تغير طعم فاكهة الشتاء، 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 الشتاء. أحتاج مفرزة من الشعراء والجوعى لنعلن سخطنا أو ننتهي منا بأغنية تذاع، انصرفتم يا بحرا يجاوز في سكونه كل حد، يا بحر قم حرك تحرك وفعل، يا بحر قم حرك تحرك وفعل نحو ابتدائك فالنهايات. صوت المنتدى. نشرة الأخبار أبدأها بقراءة أبرز العناوين. الفرقة 65 تقتل شابا إريتريا حاول الهرب من التجنيد الإجباري. انشقاق طيار حربي ولجوئه إلى السودان. تفاصيل النشرة. أفاد مصدر مطلع بقوات الدفاع الإريترية لإذاعة صوت المنتدى بأن قوات الفرقة 65 المتواجدة في مناطق الغاشيتيت أطلقت النار على شاب إريتري وأردته قتيلا أثناء محاولته الهرب من شاحنة كانت تقله ومئات من الشباب إلى معسكر للتجنيد الإجباري. هذا وكانت وحدات من الفرقة العسكرية 65 قد قامت بحملات تجنيد قسرية ابتداء من 27 وحتى 29 من يناير الماضي في كل من فانكو وقلوج وقرقف وتبلدية وأم حجر والقرى المحاذية لنهر سيتيت وصولا إلى مايلام، ثم غربا حتى مدينة هيكوتا والريف المحيط بها، حيث قامت بانتزاع الشباب من بيوتهم ومراعيهم تاركة مواشيهم دون رعاة. وأوضح المصدر
بأن المئات من الشباب الذين طالتهم الحملة المفاجئة قد نقلوا على 7 جرارات نقل مكتظة إلى معسكر تدريب مجهول المكان بعد أن زج بهم في سجن مفارق الدروب بالقرب من مدينة تسني. هذا وتشهد إريتريا خلال السنوات ال10 الماضية حالات هروب غير مسبوقة لشبابها وشيبها إلى دول الجوار بسبب تعنت رأس النظام الغاشم ورفضه المناشدات الداخلية والخارجية بتقنين الخدمة الوطنية ووضع حد لمدتها المعروفة عالميا وإيقاف أعمال السخرة التي أضاعت عمر جيل ما بعد الاستقلال بأكمله. كشف موقع عواتي عن انشقاق طيار إريتري يدعى إبراهيم إدريس عبد القادر عن النظام الحاكم في إريتريا ولجوئه إلى السودان خلال الأسبوع الماضي. وكان الطيار إبراهيم حسب عواتي يعمل ضابطا في سلاح الجو الإريتري ويتولى حتى لحظة انشقاقه مهام إدارة مكتب قائد القوات الجوية الإريترية. هذا وقد تم استجواب الطيار إبراهيم من قبل جهاز الأمن السوداني قبل نقله إلى مكان مجهول. ويذكر أن الأمن السوداني في السنوات الماضية درج على تسليم العشرات من الإريتريين طالبي اللجوء الفارين من الخدمة الوطنية الأبدية وحملات التجنيد القسري. من جهتهم عبر ناشطون إريتريون في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والإعلام عن مخاوفهم من تسليم الطيار إبراهيم إلى سلطات النظام القمعية في أسمر، ويوجهون عبر إذاعة المنتدى نداء إلى الحكومة السودانية بحسن معاملة الطيار اللاجئ ومراعاة حقه الإنساني والقانوني في طلب اللجوء وتوفير الحماية اللازمة التي يكفلها له الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والأعراف والأخلاق. كما ناشدوا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالإسراع لمتابعة حالة الطيار إبراهيم المحتجز لدى سلطات الأمن السودانية وتوفير الحماية ثم الملجأ الآمن له. أورد موقع عدوليس نبأ تردد وزير الدفاع الإريتري السابق ووزير الطاقة والتعدين الفريق سبحة فريم على مستشفى رويال كير بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأضاف الموقع استنادا إلى مصادر وصفها بحسنة الاطلاع بأن الوزير كان قد وصل العاصمة السودانية في وقت سابق من شهر يناير الماضي، وتم رصده وهو يتردد على المستشفى الفاخر دون أن يكشف عن ماهية مرضه، إلا أن مصادر أخرى لا تستبعد أن تكون للزيارة صلة بصفقات تجارية سرية تخص تعدين الذهب الذي تتكتم الحكومة الإريترية عن إيراداته. افتتحت الجالية الإريترية بولاية كاليفورنيا بمشاركة أعداد غفيرة من أفراد الجالية الإريترية بالولايات المتحدة الأمريكية في 28 من يناير الماضي مقرها الجديد بمدينة لاس فيغاس. هذا وقد حضر حفل الافتتاح مناضلون قدامى وشخصيات إعلامية وناشطون في مختلف المجالات وعدد كبير من الشباب الإريتري. واعتبر رئيس الجالية السيد عبد سعيد في كلمته الافتتاحية بناء مقر الجالية إنجازا كبيرا، حيث سيتسنى للجالية أن تمارس فيه أنشطتها الثقافية والاجتماعية بعيدا عن المضايقات التي كانت تتعرض لها في السابق، وذلك في إشارة منه إلى المضايقات التي كان يقوم بها أتباع النظام الحاكم ومحاولاتهم توظيف إمكانات الجالية لدعم خزينة النظام، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل غالبية أعضاء الجالية. ويذكر أن الجالية الإريترية بولاية كاليفورنيا تعد من أقدم الجاليات الإريترية، حيث تأسست بشكل رسمي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. هذا وضعت الجالية في هيكلها الجديد لوائح تضمن لها الاستمرارية والنجاح وتحميها من اختراق النظام الإريتري الذي ظل يعمل أفراده جاهدين لإفشال مشروع الجالية وأي مشروع لا يدر عليهم بعائد مادي لصالح خزينة النظام في إريتريا. كما تنص اللوائح على أن تقتصر أنشطة الجالية لصالح الأسر والأطفال والطلاب والمهاجرين الجدد وغيرهم ممن يستحقون الخدمات بمختلف أنواعها، وتعليم اللغتين العربية والتجرينية ودروس تقوية الإنجليزية للطلاب، وتوفير أجهزة حاسوب تساعد من يرغبون في البحث عن العمل أو تعبئة وتقديم الطلبات المتعلقة بمراجعة الدوائر الحكومية أو غيرها من المعاملات. صوت المنتدى. إلى هنا مستمعي الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية ساعة هذا اليوم. حتى جديد اللقاء بمشيئة الله، كونوا بخير وفي أمان الله.